مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم غادي نوجد لكم واحد سويت بغيوش واعرين بزاف. غادي نشوفوا معايا المقادير اللي غنحتاج فيهم: 2 كيسان ديال الحليب. انا عبرت بهذا الكاس، نتوما ممكن تاخذوا القياس على حسابكم. كاس ثاني ديال الحليب، كنزيد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، 2 معالق كبار ديال سنيده، وكنحركهم مزيان مع بعضياتهم. نتوما ممكن تضاعفوا المقادير على حسب الكميه اللي بغيتو. ممكن تعوضوا هذاك الحليب السائل بالحليب باودر. انا عندي الحليب سائل فاختاريته هو. كنضيف عليه الدقيق، كنبقى نضيف غير بشويه وكنغربلو باش ما يتكوروش ليا هذوك الحبيبات ديال الدقيق. كنضيف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه صغيره ديال الملحه صافي، وكنحرك مزيان. كنضيف نص كاس ديال الزيت العاديه ديال، ممكن تضيفوه في الاول، ممكن تضيفوه حتى من بعد كما درت انا اللي بغيتو صافي. وكنبقى نزيد الدقيق بشويه من بعد. بيان سور غنستعملوا ايدينا باش نجمعوا العجينه مزيان ونتحكموا فيها على هذا الشكل صافي. كيكون واحد القوام زوين ديال العجينه، رطبه وزوينه صافي. كنخليها تخمر تقريبا 45 دقيقه، كنغطيها ونخليها ترتاح. من بعد ما دازت 45 دقيقه كيتضاعف الحجم ديالها شويه وكترتاح مزيان كما كتشوفوا معايا صافي. دابا غادي نبدا نصايب فيها. كندير الدقيق هو الاول، وكنحط العجينه ديالي، كنحيد منها شويه الهواء بحال هكا كما كتشوفوا. صافي غادي نقسمها على قطع، ومن بعد باش نديرها كويرات صغار كما غادي تشوفوا معايا. الصراحه هاد الوصفه جربوها على حسابي، غادي تعجبكم بزاف كتجي زوينه، ما غاديش تندموا الا جربتوها. انا بعدا كتعجبني بزاف. من بعد ما درنا هاد القطع صغار كناخدو كيري تقريبا كنقسمها انا على 4 باش تقدني في هاد الكويرات ديالي. كنديرهم صغارين بزاف لان مازال غادي يتنفخوا شويه في الفران، وباش يجي هذاك هو القياس ديالهم. دابا غادي تشوفوا معايا الطريقه.
باش كنكمل كاع الكميه اللي عندي كناخذ لاطا كندهنها بالزبده وكنبدا نحطهم كاملين. كنخلي اتساع ديال واحد الفرق بينهم لان مازال غادي نتنفخوا في الفران. ممكن تستعملوا مول يكون داير، غادي يكون من الاحسن. انا ما عنديش، فكتقضيو بالحاجه اللي عندكم يعني مع الحاجه السهله. كديروها في اللاطه بحال هكا، تخليهم باعدين شويه. فاش كتكملوا الكميه اللي عندكم كتغطيوها تخليوها ترتاح، ومن بعد كدهنوها اما بالصفر ديال البيض كتزيدوا عليه شويه ديال الحليب. انا هنايا اختاريت الكريمه ديال الطبخ، لا كريم فريش هي اللي دهنتها بها. نتوما الاختيار اللي عندكم في الثلاجه ديروه. صافي كندهنهم كاملين. غنزينهم بالزنجلان، ندخلهم في الفران 15 دقيقه على الاكثر، يعني ما كيحتاجوش طياب بزاف. كتشعلوا عليهم في الاول من التحت كيطيبوا شويه صافي، وكتشعلوا عليهم من فوق باش يتحمروا. كيتنفخوا كيجيو زوينين ومتقاربين وكيجيو واعرين. صافي ملي كتخرجوهم من الفران وهما سخان كديروا عليهم الحليب المركز هذا النيسلي، كيجي لذيذ. انا اختاريت هذا، ممكن ديروا حتى العسل حتى هو كيجي زوين، ولكن انا اختاريت هذا الحليب المكثف محلى زوين، كيجي زوين معاه. صراحه كيجيو هشاش بزاف ورطبين ولذاذين بزاف. ما غاديش تندموا الا جربتوهم، فنين على حسابي. بصحه والراحه. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي، دعموني، تشاركوها من الاصحاب ديالكم الاحباب ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده. تلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.